ليه دايما الدكاتره بيقولوا لكم عرضوا جلدكم للشمس او اقعدوا في الشمس ان شاء الله حتى 5 دقائق من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12 الظهر بالكتير قوي، ان شاء الله 5 دقائق بس في اليوم. ليه؟ علشان في فيتامين مهم جدا انتوا مش بتاخدوه غير لما الجلد يتعرض للشمس، جسمنا ما بيعرفش يصنعه. فيتامين دي اللي عامل كل المشاكل واللي ناقصه بيسبب تقريبا كل مشاكل الدنيا. فيتامين دي وجوده بيساعدكم على التركيز، بيمنع الاكتئاب، بيحمينا من مصايب كتير قوي. وبما ان الجسم ما بيعرفش يصنعه، فلما جلدي بيتعرض للشمس ان شاء الله حتى 5 دقائق في اليوم بيقدر يصنع فيتامين دي من الكوليسترول النافع. ما هو الكوليسترول في منه نافع وفي منه ضار، فالكوليسترول النافع ده اول ما يشوف شمس يروح مصنع منها فيتامين دي. علشان كده بنقول دايما مهم قوي ان انتوا تكونوا بتدخلوا لجسمكم دهون صحيه، دهون صحيه، مكسرات، مهم تكونوا بتاكلوا خضار وفاكهه، مهم تكونوا بتاكلوا بيض، مهم تكونوا بتاكلوا سمك كويس جدا لان فيه دهون صحيه، مهم نكون بناكل لحمه، علشان كل الحاجات دي بتدينا كوليسترول نافع يساعدنا في تصنيع فيتامين دي اللي هيحل حرفيا مشاكل كتير جدا. طب بالنسبه للسمنه البلدي، خلوا بالكم ان السمنه البلدي اللي هي الساتوريتد فاتس دي جسمنا ما بيعرفش يكسرها، لذلك المفروض نسبتها لا تتعدى ال 7%. نستخدمها ماشي كل حاجه بس ما تتعداش 7%. بس حذاري نستخدم السمنه اللي مهدرجه، كريستال الذره الشهيه والحاجات الغريبه دي، كل الحاجات دي سمنه مهدرجه، يعني حولنا الزيت لسمنه خلينا صلب، فبالتالي ده بيخش يصلب الشرايين على طول بالصلابه بتاعته دي. فلا لا لا، تجنبوا الحاجات دي كلها.